إذا أنت صعيدي أنا كمان بابا صعيدي. ما كرهتش البنت في ابوها. طب انت جرالك حاجة طيب؟ لا هو اللي اتقبض بدالي. طب هو راح فين طيب عشان نشكره؟ عمو عبد التواب راح ووداه المستشفى. هنا في وجع كده؟ لا يا دكتور، والجزء ده كده؟ مفيش حاجة. طب هنا؟ يا دكتور طمنا. ما تتخضوش كده يا جماعه، الراجل زي الفل ما فيهوش اي حاجه. والله أنا قلت لهم كده، هو عبد التواب اللي صمم. معلش يا حسام، كان لازم نطمن عليك، مع ان ليه عتب عليك يا دكتور. ليه بس عبد التواب بيه؟ ده احنا ما نقدرش على زعلك. بقى يا راجل لما ام جميله جات لي راح تقول لها في وشها انها هتموت، هو ده كلام يتقال لمريض؟ الست دي بالذات عبد التواب بيه حالتها ما ينفعش تستخبى، ولازم تعرف هي عندها ايه عشان تبقى مستعده للي جاي. للدرجة دي يا دكتور؟ هوديك يا جميلة وكانت نبيلة وعايزاكي تقعدي تسمعي كلامها، وانا هروح للراجل اللي انقذك، هبوس على ايده وعلى رجله. لا يا ماما، وهو قال هيجي وهيعالج. يعالجنا ايه بس يا جميلة؟ تلاقي واحد صعبت عليه حالتنا وهيجي يرمينا قرشين ويمشي. مش موجوده يا حسام، الاوضه مقفوله والست اللي جنبها قالت لي انها نزلت. هتكون نزلت راحت فين يعني؟ راحت تشتغل؟ انت مش بتقول تعبانه قوي؟ والله ما عارف. طب والبيت هتلاقيها مخضوضه من اللي حصل، انا عايز اطمن عليها. عامه احنا هنروح نشوف في المكان اللي هي بتقف فيه. تعالى روح غير هدومك وارتاح شويه من اللي حصل. انا مش هرتاح، بس انا محتاج اغير هدومي. تعال. انا هروح مشوار يا جميلة، مشوار بعيد شوية، فانت هتقعدي هنا مع طنط نبيلة علشان تخلي بالها منك. لا يا ماما، انا مش هقعد هنا، انا هاجي معاك. النبي يا ماما، النبي. ما تصعبهاش عليا يا جميلة. جميلة، انا مش سايباك عند طنط نبيلة، سبتيها ونزلتي ليه؟ انا بحبك يا ماما، ما اقدرش استغنى عنك، وهشتغل عشان اساعدك. حبيبة قلبي يا نور عيني، تعالي في حضني يا جميلة. انا اسميش جميلة، انا اسمي مريم يا طنط. انا يا ماما اما اكبر هشتغل ومش هخليكي عاوزة حاجة. يا رب.
عجل بموتي. انا كده كده ميت، ما تسيبنيش اتعذب اكتر من كده. جميلة كانت مقوية عليا الدنيا، بس خلاص هي راحت وأنا من غيرها ولا حاجة. كان نفسي آخر حد تشوف عيني قبل ما أموت انتي يا جميلة. يا سارة، يا سارة، يا سارة. أم جميلة تعالي يا أم جميلة. يا لهوي. تلاقيش ان شاء الله تبقى تمام. مبقتش فارقة يا دكتور، بس ممكن أطلب منك طلب؟ امورين. الهدوم بتاعتي في رقم عبد التواب بيه، لما أموت كلمه علشان يدفني. لا حول ولا قوة الا بالله. بقول لك ايه يا عبد التواب بيه، ام جميله عندنا في المستشفى وحالتها صعبه جدا، وقالت لي ابلغك لو ماتت، بس انا قلت ابلغك دلوقتي. الله، شايفة بقى الفستان حلو قوي ازاي؟ ولسه كمان هجيب لك لعب كتير، وبعدت اجيب لك السندوتشات اللي بتحبيها. لا أنا ولا عاوزة سندوتشات ولا عاوزة لعب، أنا عاوزة ماما وبس. يعني كل اللعب والفساتين والحاجات الحلوة دي وعايزة تسيبيني؟ مش عايزة تقعدي معايا؟ لا ماما زعلت مني عشان قلت لها أنا عاوزة لحمة وعاوزة لحم، بس أنا مش هطلب منها حاجة تاني. أنا عاوزة ماما وبس، وما تيجي مش هطلب منها أي حاجة تاني. بصي يا جميلة، انت بنت ذكية ومش هينفع يضحك عليكي بسهولة. انا هقولك الحقيقة، ماما كانت تعبانة ومرضها ملهوش علاج، فانا عايزاكي تعتبريني انا ماما عشان ماما راحت عند ربنا. لا أنا بحب ماما إسراء، مش هينفع أسيبني لوحدي إسراء عند ربنا. يا حسين والله مظلومة، والله ما عملت حاجة، مظلومة والله يا حسين، يا عمي والله مظلومة، أنا عمري ما خنتك أبدا يا حسين. اسمع يا مرسي، هتفحت فحرة 10 متر وهترميها فيها وهي حية وتردم عليها. مراتك هي السبب، وهي اللي خلتني اقول كده، لان هي ما بتخلفش والعيب منها، وكانت خايفه ان انت تتجوز عليها او تطلقها.
انت مفيش اي اسباب تمنعك من الخلفه. انا بقول الست اسراء من ساعه ما حضرتك اتجوزتها واحنا ما شفناش منها حاجه وحشه، حتى العيبه ما طلعتش من بقها، وعمرنا ما شفنا منها سلوك بطال. حصل يا سعاده البيت، ودفنتها على بعد 10 متر تحت الارض. انا ليه حكمت عليها بالموت حتى لو كانت عاصيه؟ انا مين؟ معقول الشبه ده؟ ده مش شبه حسام بيه. انا عرفت دلوقتي مرسي كان عايز يقول لنا ايه قبل ما يموت. مرسي مرسي، انا عايزكم تخلي بالكم الست هانم. خلي بالنا منها ازاي يعني يا مرسي؟ الست قبلت وجه رب كريم. يمكن قصده ندعي لها يعني وكده. لو انتوا حاسين نفس احساس اللي حاسه اقول لكم على سر خطير. قول يا مرسي. كلم يا مرسي. مرسي مرسي. هو مرسي مات؟ أرجوك يا حسام، أنا أيام في الدنيا بقيت معدودة ومفيش أمل إني أعيش، واللي أنت عايزه خلاص هيتحقق وهموت. بس البنت يا حسام، البنت أنا مش عايزاها تتبهدل. دي بنتك يا حسام ومن صلبك، حتى خدها وحللها هتلاقيني عمري ما خنتك. قصدك مين؟ في بنت زي القمر واسمها جميلة، كلها شبهك، ويشهد ربنا إنها بنتك ومن صلبك. أنا ما عنديش أب زي كل البنات، عندي ماما بس هي تعبانة. والنبي يا عمو رزقني واشتري مني كيس مناديل، وأنا نفسي أساعدها بس هي ما بترضاش، فأنا قلت أنزل أشتغل عشان أفرحها أما أروح. طب في بنت جميله واسمها جميله تمشي في الشارع حافيه؟ اسراء، الشبشب بتاعي اتقطع وأنا ما عنديش شبشب. انت انبل واطهر واشرف انسان عرفتها في حياتي. مش هقول لك انا اسف، لاني اسفي ولا الدموع اللي كنت ببكيها عليكي دم كل يوم هتعوضك عن اللي انا عملته فيكي. يعني عرفت إن أنا مظلومة يا حسام. طب الحق بنتك، خدها وحافظ عليها، ودي هتكون أمانتي عندك، وكده هموت وأنا مطمنة. لا يا اسراء، لا، انت مش ممكن تموتي، مستحيل مستحيل. يا حسام يا حسام، الحق بنتك مفيش وقت.
يا ست العلاج بسرعه، المريضه اللي جوه دي مش لازم تموت. ايه ده بس خلاص. ما تكلمنيش بكل حساب كده. ايه ده يا حسام؟ في ايه؟ اسراء لو ماتت انا هولع في الدنيا كلها. هو في ايه يا جماعه؟ انا مش عارف ايه اللي بيحصل. وايه رايك ام جميله يا حسام؟ ام جميله تبقى مرات حسام بيه، يعني كده جميله تبقى بنته. انا اول مره اسمع الموضوع ده. انت عمرك ما خبيت عليا حاجه يا حسام. دي حكايه قديمه يا عبد التواب، محدش يعرفها غير انا وعاطف وامي. انا مقدر اللي انت فيه، عشان كده مش هزعل منك. طب يلا الله يرضى عليك يا دكتور، من مليون ل 100 مليون، انا لو بعت ثروتي كلها وبقيت على الحديده، بس اسراء ما تموتش. المشكله مش في الفلوس، دي محتاجه حته من جسم واحد تاني، يعني محتاجه متبرع كده، وده مش متوفر دلوقتي. انا دكتور، افتح جسمي كله، واللي عايزاه من جسمي عشان تعيش اديهولها وما تهتمش بيا. يعني انت تتبرع لها بكليتك؟ وفورا. طب اهدى، عشان في اشاعات وتحاليل وعينات لازم ناخدها منك الاول قبل ما نبدا العمليه. وانا جاهز. حد يرد عليا، حد سامعني؟ ايوه يا اسراء، كلنا جنبك وسامعينك. ما تخافيش يا اسراء، هتعملي العمليه وهتخفي وهترجعي لحضن جميله بنتنا، حتى لو ده هيكلفنا حياتي. ده بالحق بنتك يا حسام، أنا حافظت عليها كتير، بس بعد كلام الدكاترة استسلمت للموت وعطيتها للست نبيلة، والست نبيلة مهاجمة اليابان. الحقها وخد منها البت علشان لو مت أكون مطمنة إن البت مع أبوها. ما تخافيش يا اسراء، اديني عنوانها وانا هبعت اجيب جميله وتمسكي بالدنيا يا اسراء، مش عشان خاطري انا ما استاهلكيش، عشان خاطر جميله بنتك وبنت اللي انا ظلمتها. الست نبيلة ساكنة في نفس الشارع اللي عبد التواب ساكن فيه، وأكيد عبد التواب بيعرفها. ايوه عارفها. طب خد معاك عاطف ورضوان ويلا بسرعه يا عبد التواب، هاتوا جميله عشان انا مش هقدر اسيب اسراء لوحدها، بسرعه والنبي. حاضر يا حسام، وما تقلقش مش هنرجع من غيرها. يلا يا رجاله. هو انت ليك قد ايه ما رحتش دكتور عشان تطمن على صحتك؟ ليه يا دكتور؟ في ايه؟ انا ما عنديش اعصاب لاي كلام متداري. بص يا رجاله، هي ساكنه فوق في الدور الثاني شقه 4. اطلعوا لها عبد التواب بيقعدوا مجلس الشعب مستنيكي تحت، وما تتكلموش معاها في حاجه. يا حسام بيه، انت عندك ضغط وسكر، والسكر عندك مرتفع جدا، وعندك فيه شويه مشاكل في القلب، وعشان نفتح ونستخرج منك كليه يبقى فيه خطوره جدا على حياتك. ما يهمنيش انا حياتي، اعمل العمليه، خد الكليتين بتوعي واحيي بيهم اسراء. يا حسام بيه، انت لو دخلت اوضه العمليات واستخرجنا منك كليه مستحيل تخرج عايش. وانا راضي وهمضي لك على كده. التقرير هيبقى على مسؤوليتك، يعني هتمضي على موتك. يلا يا دكتور بالله عليك خلصني. الحقنا يا دكتور، الحالة اللي في غرفة 26 ماتت. طيب انا جاي حالا. انت رايح فين؟ ايه ده؟ انا عندي متوفي، العصبيه مش هتفيدك بحاجه.
ايه يا رجال، عملتوا ايه؟ طلعت لنا واحدة ست تقول إنها خدت الشقة بعفشها، ونبيلة هانم نزلت راحت على المطار. مطار؟ طب ما قلتلكوش انهي مطار؟ ولا الطياره هتطلع الساعه كام؟ سألناها عبد التواب بيه، قالت معرفش، وقالت كمان إن هي نزلت من 6 ساعات، يعني لو حاجزة يبقى زمانها سافرت. شكلك بتعمل خير كتير، واللي بيعمل خير ربنا ما بيكسروش. المريض اللي مات كان موصي انه يتبرع باعضائه لاي حد محتاجها بعد ما يموت، ودلوقتي نقدر ناخد منه الكليه ونعمل العمليه. وما تقلقش، انا هخليهم يجهزوا اوضه العمليات حالا. ما تخافيش يا إسراء، هتعيشي. الدنيا ما ظلمتكش انت لوحدك، ظلمتني انا كمان. وصدقيني ممكن تكون ظلمتني اكتر منك. انا ليا 5 سنين عايش في عذاب، عايش في قهر وألم، في دموع بتحرق قلبي من جوه. والنبي كملي معايا حياتي، لان من غيرك مفيش حياة. وجميلة لما تكبر وتعرف الحقيقة مش هتسامحني، لكن لو انت معايا ممكن تسامحني. يا رب يا رب والنبي يا رب، لو في حد مفروض يموت يبقى أنا. يلا يا حسام بيه، هي لسه في مرحله البنج، ما ينفعش القعده كده. تواب، ايه الاخبار يا حسام؟ الدكتور مع إسراء جوه. فين جميلة؟ فين جميلة يا رجالة؟ جميلة فين؟ للأسف يا حسام بيه، ست نبيلة سافرت. ايه يا حسام؟ ايه ده يا حبيبي، ما تعملش في نفسك كده، ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه. أنا ضيعت بنتي يا عبد التواب، ضيعت بنتي ومن قبلها ضيعت مراتي. ايه ده يا حسام؟ صباح الخير يا جميل. صباح الخير يا طنط. والنبي يا طنط أنا مش مصدقة إن ماما سابتني وراحت عند ربنا لوحدها. ايه بقى طنط دي؟ احنا مش قلنا هتقولي لي يا ماما؟ حتى لو كانت ماتت أنا عاوزة أروح لها، مش هينفع أعيش من غيرها. بصي يا روح قلبي، اللي بيروح عند ربنا احنا مفيش بايدنا اي حاجه غير اننا بس ندعي. ويلا بقى نلبس عشان هننزل نلف اليابان كلها ونتفسح ونجيب لبس ولعب. عارفه كمان هقدم لك في المدرسه، مش انتي كان نفسك تتعلمي وتروحي المدرسه؟ أنا مش نفسي في أي حاجة من بعد ما ماما سابتني. يا حبيبتي شكلك مش هتنسي بسهوله. طب أجيب لك كرسي يا حسام بيه؟ إيه يا دكتور؟ اليومين عدوا، إيه الحكاية؟ خش اشوف واطمن. اسمعي بقى يا حبيبتي، احنا دلوقتي رايحين المدرسة
وهينادوكي باسم نورهان. نورهان دي مين يا طنط؟ نورهان سليم القاضي، عشان انا كتبتك باسم اخوي. وبعدين ايه طنط دي؟ احنا مش اتفقنا هتقولي لي يا ماما؟ حاضر يا ماما. حبيبتي يلا. يا دكتور طمني بالله عليك. الحمد لله يا فادي، تقدروا تطمنوا عليه بس ما تكتروش معاك في الكلام. حاضر دكتور. حسام بيه، انا بقول نخبي عليها سفر جميل عشان ما تستفدش. احنا لو دخلنا عليها من غير جميله هي هتفهم على طول. وبعدين انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ جميله امرها سهل، كده كده هنجيبها ولو في اخر الدنيا. انت فين؟ جميلة فين؟ والنبي حد يرد عليا. انا مضيعتهاش، انا كنت بحافظ عليها وما كانش قدامي غير كده. وعد مني يا إسراء، مش هرتاح ولا هيدالي بال غير لما ارجع جميلة لحضنك. هظبط اموري بس وهعلن جوازنا يا اسراء. انت عارفه السعيد ما بيرحمش. انا مش خايف من حد، بس عايزك تستنى عليا لحد ما اظبط اموري مع امي. وانا راضية وعايش معاك على اي وضع يا حسام. انا ما حسيتش بالامان غير لما اسمي اتكتب جنب اسمك. وانا اوعدك اني هخلي حياتك كلها فرح وهنا وسعاده وامان. انت وعدتني قبل كده يا حسام. اضحكي بقى يا نورهان، انا بصورك، عايزه الصوره تطلع حلوه. هات. مبسوطه يا نورهان؟ لا عليكي، قولي لي يا جميلة. ها قلنا ايه؟ خلاص خلاص. طب قولي لي مبسوطه يا حبيبتي؟ بحاول اكون مبسوطة بس ماما وحشتني قوي. لهيب النار في قلبي والليل عليا طال، عايش في جرحي لوحدي ما بقتش اشوف نار. يا دنيا المر فيكي طعمه ولا الصبار، الملح ساكن جرحي والدمع في عيني نار.